صرح عضو بهيئة الدفاع عن معتقل حراك الحسيمة أن 30 شخصا متابعين في حالة اعتقال يمثلون بهذه اللحظات في أول جلسات محاكمتهم أمام قاضي المحكمة الابتدائية بذات المدينة، بينهم مراد الزفزافي وأيمن فكري. وأضاف ذات المصدر أن المعتقلين يتابعون بتهم عديدة من بينها العصيان المسلح وتعييب ممتلكات خاصة وعمومية وإهانة القوات العمومية والعنف، حيث يترافع في هذه اللحظات محامو المعتقلين في الجلسة التي تعرف حضورا كبيرا لمجموعة من الصحفيين والحقوقيين. وتشير آخر الإحصاءات أن عدد المعتقلين المتابعين على خلفية أحداث الريف حوالي 130 شخصا، ينقسمون إلى مجموعات تتوزع بين سجن الحسيمة ومقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وسجن عكاشة، بالإضافة إلى وجود متابعين في حالة سراح. لا تنسى الاشتراك لكي يصلك كل جديد.